تربية الأولاد والأدب الحسن. الأدب والتحديات. أولادنا اليوم يتعرضون لمؤثرات كثيرة تغير من أدبهم وسلوكهم من حيث الحسن أو القبح، وقد تكون تلك المؤثرات داخلية تتمثل في الأسرة من والدين وإخوة وأخوات وأقارب، وهذه لا عذر لنا فيها، حيث أن واجبها الأول ومهمتها الأساسية هي بذل الجهد في التربية وحسن تأديب الأولاد فيها. لكن للأسف قد يفتقد أولادنا القدوة الطيبة داخل أسرهم وبين والديهم وأهليهم، فيأمرون الأبناء أو ينهونهم ولا يقدمون لهم القدوة في هذا الأمر أو النهي، وهذا من أخطر آفات التربية. وإن لنا في النبي صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة، وقد رباه الله وصنعه على عينه ليكون قدوة للعالمين. قال محمد بن علي: أدب الله محمدا صلى الله عليه وسلم بأحسن الآداب، فقال: خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين. فلما وعي وتعلم قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. يفتقد الأولاد إلى القدوة الحسنة. إذا كان الأب أو الأم، فكن قدوة لابنك وأنقذه من الذي يتعرضون له من هجمات شرسة، من قدوة سيئة في المدارس، من الصحبة السيئة، من الأفلام والمسلسلات القذرة التي تعلم أبنائنا الفجور. القدوة الحسنة شيء مهم لتعليم أبنائكم، ومفيش أفضل من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تجعله قدوة طيبة لأولادك، وأدبه كما أدب الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقال له: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خلي ابنك يعرض ويبتعد عن صحبة السوء وعن الجاهلين وعن الرفقة الصالحة قبل ما ياخدوا في طريق وترجع تندم انت انك ما عملتش كده ونصحت ابنك وبنتك وخدتهم في حضنك وحافظت عليهم.